بص يا صديقي، اتفضل يا حبيبي. احنا جات لنا اسئله كتيره متعلقه بالاكوستيك بانل. اوكي. خلينا كده نلخصها في فيديو واحد، بحيث ان اي عميل عايز يسال اي سؤال متعلق بقطع الاكوستيك هنقول له شوف الفيديو ده. يلا بينا. طيب ماشي. اول سؤال، هي ايه كثافه الاكوستيك نفسها؟ بص، هو البانل ليه كثافات كتير جدا. احنا بنتكلم من اول كثافه 40 لحد كثافه 200. ايه الفرق؟ لا، الفرق حاجات كتير جدا. اولا كل ما الكثافه زادت كل ما دور البانل نفسها زاد. تمام. واحيانا احنا بنحتاج كثافات عاليه زي الكورنرز اللي في الغرفه. تمام. ممكن نعمل بيستراب يكون مثلث 45 درجه، فيبقى الكثافه اللي الداخليه جواه تعدي ال 200 كمان. تمام. وفي حالات تانية لا، مش بنحتاج ده. ففكرة الكثافات، لا، هي الكثافات كتير، بتبدأ من 40 وبتوصل لحد 200. هما بالترتيب 40 و50 و70 و100 و120 و200. دي كده كل الكثافات. انا كعميل انت بتحدد لي الكثافه اللي انا محتاجها بناء على احتياجاتي انا من الروم بالزبط. نفسها. بعد ما بنعمل المعاينة بالظبط ونعمل تحليل صوتي للمكان عندك، تمام. بناء على ده بنبدأ نشوف هو احنا محتاجين ايه بالظبط وهنحطه فين. طيب زي الفل. هسألك سؤال تاني برضو متعلق بالإطار ده. اوكي. في حد أو في بعض العملاء سألوني هو ليه قطع الأكوستيك بتاعتكم مش متغلفة BMDF من الخلف؟ اوكي. وهل ماشي. ده انتوا مش عاملينه ليه، مع ان ده المفروض يعني هيحمي طبقة الصوف اللي موجودة جوه انها تقع افضل بكتير من فكرة الدمور او القماش من الخلف؟ انهي الأصح؟ طيب بص، خلينا نتكلم انه اولا وجود الام دي اف كماتيريال داخل البانل هو غلط، مش صح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانه هو عجينة، والعجينة دي في الآخر مصمطة، مش زي الأخشاب. الأخشاب ألياف، تمام. فالصوت بيقدر يتفاعل معاها، أو نقدر نقول بالبلدي يعني بيمشي جواه. تمام. فالام دي اف أصلا في كل الحالات احنا مش بنستخدمه إلا في العزل فقط. تمام. والأسباب ليها علاقة بالعزل مش بالمعالجة الصوتية. ده رقم واحد. رقم 2، طب احنا ليه بنخلي الظهر بتاعها يكون فيه دمور او اي خامه من خامات القماش البسيطه؟ الخامه الدمور احنا بنحطها في الظهر لسبب مهم جدا، وهو ان احنا لما بنيجي نعلق اصلا البانل على الحيطه بنبعدها عن الحيطه حوالي من 2.5 ل5 سم. ده سؤال تاني كنت لسه اساله لك بصراحه. طيب هقول لك بقى، احنا لما بنبعدها عن الحيطه علشان نزود كفاءه البانل وهي متعلقه، في الحالة دي أنا عايز يبقى في جاب ورا البانل ما بين الصوف وما بين الحيطة، زي مساحة يعدي فيها أنا محتاج الجاب دي، الصوت نفسه أو كده. أنا محتاج الجاب دي عشان يتحوش فيها حاجة معينة لها علاقة بالبيز كمثال. فبالتالي أنا لو حطيت هنا MDF بقى الصوت اللي بيخش في الحتة دي بقى MDF مش صوف قدام الحيطة. فأنا محتاج القماش الخفيف ده ليه؟ علشان خاطر أقدر أستفيد بالنقطة دي وأزود من كفاءة البانل. الحاجة التانية، طب ما خلاص بقى بلاش دمور وخليها زي ما هي. تمام. ما ينفعش، لأنه الصوف كماتيريال بيطلع منه فايبر جلاس، أو يعني نقدر نقول بودر كده مش ظريف. في الجزء من الإزاز تقريبا أو حاجة زي كده. هو الفايبر جلاس أو البودر ده بيضايق التنفس، بيضايق يعني مش حاجة من الحاجات المفضلة. تمام. علشان كده حتى عندنا إحنا الشباب بتستخدم ماسكات عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. تمام. وبالتالي فأنا محتاج أغطي بحيث إن الصوف ما يكونش هو مباشرة اللي واصل للعميل أو اللي واصل ليا كبشري. تمام. ومش بغطيه MDF وبسيبه دمور زي ما قلنا علشان نقدر نستفيد بال5 سنتي اللي احنا وجدناهم ورا البانل، ما بين البانل وما بين الحيطة. طيب تمام جدا. هاخد حتة من سؤالك انت قلتها دلوقتي او جزء من سؤالك. اوكي. انت قلت ان احنا ما ينفعش نحط MDF. اوكي. هل ينفع نحط خشب طبيعي؟ في الحالة دي ينفع نحط خشب طبيعي، واحيانا بيبقى كمان مش في ظهر البانل، بيبقى فيها من قدام زي قطع CNC. لا، CNC بيترسم كليزر او كرسم يعني. تمام. على MDF. تمام. مش خشب طبيعي. الخشب الرسم عليه مش حاجة مفضلة جدا يعني. تمام. بس خلينا نرجع لنقطة. طب هو احنا هنحط الخشب ده فين؟ ينفع نحط الخشب في الظهر مكان MDF، وزي ما قلنا الخشب ألياف فهنقدر ان احنا نستفيد منه. تمام. ونقدر ان احنا نحطه من قدام كمان مش بس من ورا. في بعض الحالات هغطي القطعة نفسها، ممكن اغطيها بخشب. بالظبط كده. في بعض الحالات بنقدر ان احنا نعمل كده.
بس ده مش هيأثر على فكرة البيز نفسها أو هيأثر على العمل من فكرة بص قطع زي ما الأكوستيك؟ اتكلمنا قبل كده، الجانب بتاع البيز وازاي نسمعه ده يعني باب ضخم جدا، هنقعد ندردش فيه، او حتى احنا بنحضر له فيديوهات دلوقتي تمام. بشكل علمي تقدر تقرب المعلومة للناس. طيب لكن خلينا نتكلم على دورها. ينفع الابلكاش او الخشب من قدام لانه الياف، فهنقدر ان احنا نستفيد منه. طيب تمام جدا. إيه مقاسات قطع الأكوستيك المتوفرة عندكم في شركة ساوند بوكس؟ طيب بص، هو طبعا المقاسات في منها مقاسات ستاندرد، وفي منها مقاسات بترجع لفكرة نقدر نقول السوق وطلباته. بمعنى احنا عندنا مقاسات ستاندرد زي ال 60 في 120، زي ال 60 في 180، 120 في 180. تمام. دي مقاسات بيتم استخدامها بشكل يعني كبير في معظم الاماكن. مهم. لكن في اماكن بنعمل فيها شغل، وليكن زي جامعة الازهر، مظبوط. فاحنا عندنا هول كبيرة جدا. الهول دي موجود فيها بقى مساحات كبيرة، فأنا في الحالة دي مش هروح أشتغل بال120 أو بال180. ببدأ عن طريق المعاينة اللي أنا عملتها أفصل القطع بمقاسات أكبر شوية أو حسب المطلوب مني في الأوردر ده. تمام، يعني في حاجات بتبقى ستاندرد وفي حاجات سبيشال بتتعمل لقلب السوري للعميل نفسه يعني. مظبوط. طيب وانا كعميل انت بتحدد لي الروم عندي محتاجه قطع عدد قد ايه ومقاسات كام في كام؟ بالظبط. طبعا ده بناء على المعاينه اللي بتتم. بعد ما عملنا المعاينه بنقدر نقيم احنا هنحط كام قطعه واماكنهم فين ومقاساتهم ايه وكثافتهم ايه. طيب سؤال اخير، وده اتسالنا يعني اتبعت لنا كتير على البيج عندنا. اوكي. هل ينفع ان انا اعالج الروم كلها بقطع الاكوستيك فوم ولا لا؟ وخليني ماشي. بقى اكمل لك حته فيها يعني او جزء كمان. تمام. ايه الفرق ما بين الاكوستيك فوم والاكوستيك بانل؟ طيب بص، هو ده فرق ضخم يعني، خليني اقول لك منه حاجات بسيطه دلوقتي وممكن نبقى نسرده في فيديو لوحده. تمام. الاكوستيك بانل هي فريم خشب جواه صوف. زي ما قلنا في بعض الحالات ممكن نغطيه بخشب وفي بعض الحالات لا. تمام. الكثافات اللي بتستخدم في الصوف هي كثافات عاليه، تمام. لان هو دي طبيعه كثافات الصوف يعني، فبنقدر نطلع بنتائج صوتيه مميزه جدا من البانل. زي الفل. طيب الاكوستيك فوم بقى، الاكوستيك فوم يعني زمان كان عندنا منه ماتيريال، الماتيريال دي كانت نقدر نقول انها بتشتت بعض الترددات في الصوت. لكن مؤخرا اللي موجود في السوق، وان كان مش بنفس الكواليتي القديمه، الكواليتي بتاعته اقل، تمام. فنقدر نستخدمه كمشتت للصوت او كديكور. تمام. ديكور بسيط الناس بتحب شكله وواخده على ان شكله بيضيف للمكان اللي هم بيسجلوا فيه او للباك جراوند لو هم بيصوروا. يعني مش حاجه اساسيه. مش حاجه اساسيه، واستخداماتها بقت ضعيفه جدا عن زمان. طيب تحب تضيف اي حاجه تانية متعلقه بالاكوستيك؟ شكرا جزيلا. شكرا يا عمور حبيبي.